هل تعلم لماذا يبكي رونالدو بحرقة عندما يتذكر والده؟ تعود القصة لسنة 2001. كان كريستيانو حينها صغيرا يبلغ من العمر 16 عاما فقط، لكنه كان مهاريا أكثر من غيره، وقال لوالده: أبي، في يوم من الأيام سأحقق لكم جميع أحلامكم ونصبح أثرياء جدا ونعيش في قصر كبير مثل باقي المليارديرات حول العالم. لكن والده لم يصدق ذلك ورد قائلا: يا بني، هذا مستحيل، الأحلام تظل أحلام. لقد كان الأب والابن على علاقة قوية، ولكن والده خوسيه أفيرو لم يعش ليرى ابنه يحقق النجاحات الكبيرة في كرة القدم، مثل الفوز بالكرات الذهبية واللعب مع أفضل الفرق في العالم، بل أصبح أشهر وأغنى لاعبي كرة القدم. وبفضل نجاحه أصبح رونالدو مليارديراً ويعيش في قصور تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. لكن هذه النجاحات لم يشاهدها والده الذي توفي عام 2005 بسبب مشاكل في الكبد. بعد وفاة والده تحولت كرة القدم إلى طريق له للتفريغ العاطفي، مما دفعه إلى العمل بجدية أكبر والتركيز على تحقيق أهدافه في اللعبة. وكانت حافزاً كبيراً لكريستيانو ليثبت نفسه ويصبح لاعباً ممتازاً في كرة القدم. وأعرب رونالدو عن أسفه وقال: يؤسفني أن والدي لم يرى ما حققته في حياتي، لقد كان ذلك مؤثراً حقاً. يبكي رونالدو دائماً عندما يتذكر هذه القصة، لأنه يشعر بالحزن والأسى، لأن والده لم يكن حاضراً ليشاهد إنجازاته ونجاحاته في حياته المهنية.